السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهارده فيديو جديد ووصفة جديدة من مطبخ حبيب. النهارده هنعمل حاجة حلوة كده سهلة وبسيطة، والأهم من ده كله زي ما قلت لكم دايما مش مكلف. النهارده هنعمل مع بعض المهلبية بجيلي الفراولة. النهارده هنعملها بطريقة سهلة جدا وبسيطة زي ما قلت لكم. أول حاجة معانا ايه؟ معانا جيلي فراولة زي ده بالشكل ده، اللي هو نوع دريم، نوع جميل جدا انا بستخدمه على طول. هناخد منه باكوين، ومعانا 3 معالق سكر أو 4 معالق سكر، معانا كيلو لبن، معانا 5 معالق نشا، ومعانا ايه فانيليا. معانا باكوين، طبعا كيلو اللبن هياخد الباكوين. اول حاجه طبعا هنعملها، طبعا ايه، مش هنعمل الجيلي الفراوله دلوقتي، هنعمل ايه المهلبيه عشان تبرد معانا. هنجيب معانا ايه كزرولة زي دي او حله، اي حاجه الموجوده عندك هاتيه. وهنفتح كيلو اللبن ده احنا ما غليناهوش ولا حاجه، جاي من عند اللبان طازه لسه جاي حالا كده. هنحطه زي ما هو، مش هنغليه ولا حاجه. هتقولي لا غلط وفيه بكتيريا وكده، لا ان شاء الله، ما هو برضه هيتحط على النار وهنسويه، يعني مش هنحطه كده بارد ونعمل بيه المهلبيه بالشكل ده كده. وبعدين هننزل بايه، بننزل بالسكر بتاعنا 3 4 معالق سكر كده حلوين، وهنقلب المكونات دي كلها مع بعض كويس جدا. وبعدين هننزل بالايه، ب5 معالق دقيق على كيلو اللبن بالشكل ده كده. مكونات مظبوطه جدا يعني، اعمليها وانت مغمضه عينيك. وهننزل طبعا بالفانيليا بتاعتنا. طبعا لو انت مش عندك فانيليا ممكن ميه ورد، لو في، انا عندي ميه ورد بس انا بحب ايه ريحه الفانيليا. وهنقلب كل ده مع بعض كويس جدا جدا لغايه ما السكر يدوب مع النشا، مش عايزين اي تكتلات. وبعدين هنروح على البوتاجاز، هنسويها على البوتاجاز. اول ما القوام بتاعنا يوصل اللي احنا عاوزينه هنشيلها من على النار على طول. بعد كده نشوف هنعمل ايه. خلاص ده بقى ايه، قوام الفانيليا بعد ما ايه سويناها على البوتاجاز زي ما انتم شايفين كده، ده القوام اللي احنا عاوزينه. نقلبها بس تقلبتين كده. وبعد كده بقى ايه هنصبها في الكاسات عشان تبرد الاول قبل ما نعمل ايه الجيلي. بقى ايه نجيب الكاسات بتاعتنا. طبعا بحب اقول لكم الاول كل سنه وانتم طيبين، سنه سعيده عليكم يا رب وعلى كل الناس، يا رب ما يدخلناش اي حاجه وحشه، وان شاء الله كده تكون سنه جميله كده وعلى الجميع. هنصب بقى ايه المهلبيه بتاعتنا ايه في الكاسات. هنصب بس نص الكاس عشان هنكمل بقيتها ايه جيلي الفراوله بالشكل ده كده. بجد والله من اجمل طريقه المهلبيه اللي بعملها، جميله جدا بتعجبني وطعمها ولادي بيعشقوه. طبعا بقى عندك موز، عندك فراولة. طب الفراولة الايام دي طلعت، بس طبعا ما انصحكوش تجيبوها لانها حادقة جدا. طبعا كل ده هنسويه طبعا اهو. هنحط ايه بالشكل ده زي ما انتم شايفين، كل كاس هنحط نص. اعملي بقى وفرحي ولادك كده. طبعا انا ما بحتفلش بالسنة الميلادية، يعني انا بس ما يعني انا بس ايه حبيت اعمل الحاجة دي النهاردة عشان افرح ولادي. هنحط كده بالشكل ده كده. هو طبعا ساقعة زي ما انتوا عارفين، هتبرد على طول. على ما نعمل الجيلي تكون هي بردت ان شاء الله بالشكل ده كده. عندنا بقى ايه كاسات تانية نوع تاني. كفاية كده، هو نص كفاية عشان نكمل بالجيلي. بقى نعمل ايه جيلي الفراولة. طبعا غلينا مية، هننزل بايه، طبعا باكل الجيلي عليه كوباية مية. هننزل بكوبايتين مية مغليين بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. نقول بسم الله كده ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كوبايتين ميه مغليين. وبعدين هننزل بالجيلي بتاعنا بالشكل ده كده. اهم حاجه الميه تكون مغليه عشان الجيلي بتاعنا يعمل مفعول وايه يبقى الطعم الجميل اللي انتوا بتحبوه. هننزل بالباكو التاني برضو بالشكل ده كده.
وبعدين انا طبعا الخطوه دي اختياريه، عايزه تحطيها مش عاوزه خلاص. انا بحبه مسكر شويه، فهننزل بايه، بمعلقتين 3 كده ايه سكر، وهنقلب ايه الجيلي بتاعنا بسرعه كده مع بعض كده. قلبه كويس جدا. خلاص بقى ايه، خلاص كده ايه دوبنا السكر مع الجيلي. هننزل بقى بكوبايتين ميه من الحنفيه عادي، ان هو لسه هيتحط في التلاجة وهيتماسك. يعني ايه باكو الجيلي بياخد ايه كوبايتين كوبايه ميه مغليه وكوبايه ميه ايه عاديه او ساقعه. لو في ميه ساقعه مفيش مشكله. احنا طبعا الايام دي مش حاطين ميه في التلاجة خالص عشان تعبانين بقى وزورنا بيوجعنا، فانتوا عارفين الشتا بقى وغلسته. على قد ما هو جميل وبحبه جدا، بس طبعا الناس اللي عندها حساسيه بقى والكحه والكلام ده كله بيبقى متعب بالنسبه لهم جدا. فكل واحد بقى يخلي باله من نفسه بقى، لان انا والله الايام اللي فاتت كنت تعبانه جدا. يعني انا ما كنتش بصور فيديوهات خالص، بقى لي اكتر من 10 ايام نزلت برد بقى زي ما انتم عارفين. يعني الحمد لله على كل حال. خلاص كده ايه قلبنا المكونات دي كلها مع بعض كده. هنجيب بقى الكاسات بتاعتنا ونصب ايه الجيلي بتاعنا. طبعا المهلبيه زي ما قلت لكم بردت. هننزل عليها بايه بالجيلي كده بالشكل ده كده. طبعا الجيلي مش سخن لان نزلنا عليه بايه بميه برد. خلاص كده اهو جنب كده في الجنب كده، وتعالى انت بقى مكانه. هنحط برضو ايه الجيلي بتاعنا بالشكل ده كده. كفايه كده. نحط برضو ايه التاني برضو او التالت بالشكل ده كده. ممكن تحطي طبقه مش كتيره قوي يعني، عشان ايه الباقي يكفي كميه تكفي الباقي، يعني بقيه كميه المهلبيه بالشكل ده كده. بقى شكل الكاسات بعد ما صبينا الجيلي في الكاسات على المهلبيه. طبعا المهلبيه لازم تكون بارده. هنحطها بقى في التلاجة، بعد ما تطلع من التلاجة اوريها لكم بقى من جوه شكلها ايه. بقى شكل المهلبيه بعد ما طلعت من التلاجة، طبعا قعدت في التلاجة حوالي 4 ساعات لغايه ما تماسكت. طبعا الجيلي لازم يتحط في التلاجة. تعالوا نشوفها بقى من جوه شكلها ايه بقى. المهلبيه اللبن بالجيلي بجد والله تحفه 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 تحفه، وطعمها جميل جدا. جربيها بالطريقه دي مش هتندمي، جميله جدا ولادك هيحبوها جدا جدا. طبعا بقى لو عجبكم الفيديو متنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.